بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. شايفين النهاردة معانا سردينة بقى كده، يعني جبناها وهنعمل بيها وصفتنا النهاردة. سهلة وسريعة. اهم حاجة السردين هنا طازة وفريش، ده اليومين بقى بتوع السردين الموجود فيهم السردين. هنجيبه بقى ونملح منه. جبنا كيلو سردين. انت عايزه تجيبي الكميه، كل واحد بيجيب الكميه اللي يحتاجها. احنا جبنا كيلو سردين ب20 جنيه، يعني حاجه بسيطه. وحطينا عليه الملح، كوبايه ملح، وحطينا عليه معلقه كركم. ممكن كمان تضيفي للكركم بابريكا لو حبيتي، هيديله لون بس مش اكتر، عشان تاخديه وتجيبيه زي بتاع المحلات بالظبط. بعد ما حطينا الملح والبابريكا، الكركم، بدأنا نخلطهم حلو جدا. وفي البطرمان، بصي حطيناهم، بدأنا حطيناهم في البطرمان، ورشينا على البطرمان من جوه شوية ملح، وغلفناه وقفلناه حلو جدا. لازم يتقفل حلو جدا، ما يدخلوش هوا تاني. انا كتمت عليه بالملح من فوق علشان ما يدخلوش اي هوا. بصوا شكله، يعني ده بقى هتسيبيه كده 3 أو 4 أيام وتبدأي تفتحي عليه. بصوا بقى ما شاء الله، تفتحي عليه بقى هتنضفيه زي ما انت شايفة كده. بعد 4 أيام انا فتحت عليه، قلت افتحه معاكم كمان علشان اشوفه واوريكم جماله، واوريكم قد ايه هو كان سهل وبسيط وجميل. شايفين الجمال؟ شايفين هنا من غير بابريكا ولا حاجه، كانت لون السردينه جميل، وكان طعمها فعلا فسيخ الغلابه. حاجه بسيطه وجميله، تتحط جنب اي اكله. حاجه انت شوفي، هتشتري الكيلو بره بكام، وكمان مش هيبقى بنفس نظافه بيتك. جربيه وهيعجبك جدا. يا رب كده الوصفة تكون سهلة وبسيطة وتعجبكم، وتقولوا لي رأيكم، وتعملوا لي بقى كومنت ولايك وسبسكرايب كده للقناة. وكان معاكم إيمان علي من كوكينج إيمان علي، للوصفات الاقتصادية لكل بيت ولكل أسرة. والسلام عليكم ورحمة الله.